السلام عليكم، اهلا بيكم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. النهارده هنعمل مع بعض وصفه سهله وبسيطه جدا. هنعمل صوابع زينب مقرمشه ودايبه كده وشاربه العسل وطعمها تحفه جدا. يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله. عندي كوبايتين من الدقيق متعدد الاستخدامات، وهحط عليهم نص كوبايه من السميد الناعم، انعم حاجه موجوده، يعني انعم من بتاع البسبوسه كمان، ورشه فانيليا ورشه ملح وقلبتهم. وعندي تلت كوبايه من الزيت على سمنه او زيت على زبده، يعني مثلا 3 معالق زيت ومعلقتين سمنه او زبده. ولازم نفرك الدقيق كويس قوي مع الماده الدهنيه ويبقى مرمل زي ما انتم شايفين كده. عندي نص كوبايه ميه ومعلقه كبيره سكر وربع معلقه صغيره خميره. دوبتهم وحطيتهم على خليط الدقيق، وبنعجن العجينه يا دوبك بنلمها كده لحد ما تتكور معايا. حسيت العجينه بتاعتي ناشفه كده وبتتقطع، زودتها معلقه كمان من الميه يدوبك كده واحده بواحده لحد ما العجينه ظبطت. العجينه متماسكه زي ما انتم شايفين، مش بتلزق ولا اي حاجه، هي بتبقى طريه بس ماسكه نفسها. ريحتها 5 دقايق وابتديت ان انا اقطعها. قطعتها صوابع كده بشكل عشوائي، وبعدين ظبطتها كده بحيث ان هي كلها تبقى سوي بعض. ممكن نوزنها تبقى الواحدة مثلا 14 جرام 15 جرام او اقل لو عايزاها حجمها صغير. غطيتها وابتديت اشتغل على طول، مش بتسيبها تريح خالص. اي حاجة عندك بتعمل شكل مصفى، شبكة، اي حاجة تعمل شكل، بفرد عليه العجينة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وبلفها لفتين او 3 على بعض عشان خاطر اضمن ان هي ما تفتحش معايا. بخلص مثلا 10 ب10 أو 15 حسب حجم الطاسة، وهبتدي أحمر على طول، مش بسيبها تخمر خالص. هتشوفوها دلوقتي هتنفش وهتكبر، هي بتخمر في الزيت. الحرارة بتبقى حرارة متوسطة، والزيت بيبقى حامي، يعني ما تخليش الزيت بارد ولا الزيت يبقى سخن جدا، وتسيبيها تاخد لون ذهبي كويس عشان تطلع معاكي مقرمشة وتبقى استوت معاكي من جوه. اول بقى ما نطلعها من الزيت بنحطها على الشربات، بيبقى شربات تقيل بارد. انا نزلت لكم الطريقة قبل كده. هنسيبها شوية حلوين عشان تشرب معايا، يعني 10 دقايق اكتر سنة لحد ما تشرب معاكي الشربات، وبعدين هتحطيها بقى تصفي الزيادة. شايفين مقرمشة وتحفة جدا. ولما تسيبيها تشرب بقى الشربات بتبقى كده معسلة من جوه وجميلة جدا. بألف هنا وشفا. استنوني قريب في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.